السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه بريوات معمرين بعقدة اللوز. كيجيو هائلين بنكهة جديدة ومذاق جديد بعد شوي على المذاق ديال العقدة الأصلية ديال اللوز. تابعوا الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا أهم عنصر اللي يبدل لنا المذاقات. الآن ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال الوصفة غنحتاج فيهم 50 غرام من الزبدة، تكون أصل حيواني، ضروري كنأكد عليها ما تديروش نهائيا نباتية. 100 غرام من السكر البني، إلا ما كانش عندكم السكر البني استعملوا السكر الأبيض، هذا هو أهم مكون اللي هو صوص كراميل. ثم عندنا القرفة اللي غنستعمل منها ملعقة صغيرة، عندنا مسكر حرة وجوج ديال الملاعق من ماء الزهر. ثم غنحتاج كيلوغرام ديال اللوز. هنا في هاد البواط عندي 500 غرام، غنستعمل البواط الاولى ثم غنعاود نزيد العلبه الثانيه. كتلاحظوا درت العلبه الاولى نضيف العلبه الثانيه باش نكمل الكيلو، ثم غنضيف لهم ماء مغلي مزيان كي تيبان لكم في الصوره. غتغطيو عليه، تيبان لكم تغطى بالماء، ثم تغطيو عليه بشي غطاء اللي يكون ملامس للكاسرون، ثم تخليه لمدة 10 دقائق. عاد تفتحوا عليه ثم غادي تقلبوه واش يعني بدا كيتفسخ ولا لا. مجرد ما يبان لكم بدا كيتفسخ بسهولة صافي كتحيدوه وكتفسخوه كامله. فاش تفسخوه كتفسخوه مثلا واحد الكمية وتغسلوها مزيان، تفرشوا واحد المنديل وتكبوا عليها الكمية باش تخليوها تستقطر، بمعنى تنشف تماما من داك الماء اللي في هذا اللوز هذا، يعني اللوز يولي ناشف مزيان. هنا كيبان لكم ان اللوز نشف كتيبان لكم في الصوره. غتحطوه في طحانه، اي طحانه عندكم. انا استعملت هنا مولينكس، يعني واخا صغيره ولكن مزيانه كطحن مزيان. هنا درت اللوز واحد الكميه، ديروا كميه قليله، غنضيف ليه قليل من السكر باش يطحن معاه والمسكه الحره. طحنوا مزيان حتى تعلق لكم هاد العقده. عاد تحيدوها وديروا عفوا الكميه الثانيه. هنا بمجرد ما تساليو العقده كامله غادي تضيفوا 50 غرام كي قلت لكم ديال الزبده اللي هو 2 معالق كبيره ممتلئه، ملعقه صغيره ممتلئه من القرفه. ما تعمروهاش مزيان باش ما يجيش لكم المذاق ديال القرفه مجهد. ثم غتخدموا مزيان هذيك الزبده مع القرفه ومع المكونات الاخرى. كتبان لكم العقده هي راه مجموعه وهي بلا ما تضيفوا لها اي اضافه، راه كتبان لكم انها معلكه. ثم غتخدموا كي قلت لكم الزبده مزيان حتى تخدموها مزيان. عاد تضيفوا لها ماء الزهر اللي هما 2 معالق كبيره ممتلئه. غنخدموا كذلك الماء الزهر حتى يندمج مع المكونات الاخرى. عاد نضيفوا ليه الكراميل. بالنسبه للكراميل اللي جاه شويه غالي وما بغاش يستعمله او تفضل انه يبعد عليه، فيستعمل 250 غرام ديال السكر باش يعوضوا. هو من الافضل انكم تستعملوه حيت ما غاديش تحسوا بالمذاق ديالو فاش تذوقوا العقده، انما غتحسوا به فاش طيبوا البريوه وتعسلوها، عاد تحسوا بالمذاق الحقيقي ديال العشاء نهضر. ثم غادي تخلطوا مزيان هذاك الكراميل اللي درنا منه 3 ديال المعالق كبيره، نصف علبه. ثم غتحركوا مزيان المكونات حتى يندمجوا وتبان لكم العقده انها تتجمع. كتلاحظوا انها تديروها في يديكم وما كتلصقش فيها، كتبقى مجموعه كتعلق. هانتوما كتلاحظوا انني غنخدمها، نحاول نخدمها بالشكل ديال المحنشه، يعني اي شكل درتو ليها كيواتيها وكتقاد، يعني كتجي مقاده مصايبه. هي هذيك كتلاحظوا راه معلكه ودغيا كتجمع في اليد. هنا غنحاول نجمعها وغنغطيها بالبلاستيك الغذائي. ضروري تغطيوها بالبلاستيك الغذائي، الا ما غطيتوهاش اللوز كيبدا ينشف وكيقصح معكم هذيك العقده شويه. الا كنتو جامعينها بالبلاستيك الغذائي فواخا تخليوها حتى النهار ما كيوقع فيها والو، يعني كتبقى هي ولكن بمجرد تتعرض للهواء صافي كيوقع واحد الجفاف في العقده. هنا غناخذ الورقه ديال البسطيله، غنقطع على الحواف ديالها
فهنا استعملت كيلو وربع ديال الورقه اللي الحجم ديالها كبير. ثم غادي ناخد يعني الطرف الاخر ونحسب 4 سنتيم بالضبط. 4 غنحسبها من الفوق وغنديرها حتى من الجهه الاخرى باش نشد العبارات مزيان. كتلاحظوا كندوز بالموس باش نبين البلاصه اللي غنقطع منها. بالنسبه للناس اللي اول مره تقدروا تستعملوا حتى 4.5، واخا غتجيكم بريوه شويه كبيره على الحجم ديالها. يعني انت هاد 4 سنتيم شويه كتبغي الدقه في الخدمه، خصكم تركزوا مع الطريقه وفي نفس الوقت تخدموها يعني بواحد شويه بشويه حتى تكملوا البريوه ديالكم. وفي نفس الوقت العقده ما تكثروهاش باش يجي الشكل ديال البريوه مجموع وزوين. انا غنعطيكم حتى الحجم ديال العقده او الكره ديال العقده باش تحصلوا على بريوه مثاليه. هنا كيبان لكم قطعت 4 سنتيم، ترصيتها من البلاصه الفوق ثم ترصيتها من الجهه الاخرى. الشرائط بجوجهم كيجيو قد تلاحظوا ها هما الكرات ديال العقده كتعبروا فيهم. بما انكم خدمتوا 4 سنتيم غتخدموا 8 غرام في الكره. يعني الا كان عندكم الميزان غتحسبوا 8 غرام في كل كره، واخا تبان لكم صغيره ولكن القوام ديالها والدقه ديالها هي هذيك. هنا غادي تاخذوا الدقيق وديروه مع الماء يجي شويه ثقيل باش نسدوا به البريوه. كتلاحظوا غنطلق الشريط الاول، غنوضع فيه الكره، نخليها كره. ما تحاولوا ما تقادوهاش مثلثات، حيت الا قديتوها مثلثات غادي تعنفجوا معاها وغادي تعاودوها. اللهم خلوها كره حتى تقادوها في وسط البريوه. كتلاحظوا بهذه الطريقه تنقادها بشوي بشوي حتى تقاد ليا مع البريوه او مع المثلث اللي كتجي فيه البريوه. ثم كنبدا نجمع بصباعي في نفس الوقت غاديه يعني كنجمع كنكمل البريوه. كنمشي بهذه الطريقه هذه كما هو واضح لكم. كنحاول نجمعها بشوي بشوي. هنا حاولت انني ما نسرعش الفيديو باش اللي ما عارفش كيفاش يجمع البريوات الصغيورين، كنهضر على الصغار، راه يعني تبع الطريقه راه دغيا كيتجمعوا ليه. اما بالنسبه للكبار راه كيبانوا تيكونوا واضحين وسهلين. ثم غنحيد هذاك الزائد اللي تيكون شويه مشنف في الاخر وغنوضع كميه من الدقيق. تلاحظوا هنا غنوريكم واحد الغلط درتو. هنا غندخل البريوه او العجين في البريوه من التحت، ولكن دغيا تقطع ليا حيت انا قلت غادي نجمعو باش يجي الشكل ديالها زوين، ولكن دغيا تقطع. فحاولوا انكم ما ديروش نفس الغلط. انا غنعاود الثانيه وما غنديرش فيها الغلط اللي درت في الاولانيه. فاهم حاجه اللي كنوصي بها الناس اللي كيخدموا لي كوموند، حاولوا تلعبوا على المظهر الخارجي ديال البريوه. يعني بطبيعه الحال المذاق هو كلشي، ولكن حتى المظهر الخارجي ديال البريوه وجميع البريوه خصو يكون حاضر وعاطل العين كده نقولوا. ثم نرجعوا للبريوات اللي غنجمعها كده تلاحظوا بشوي بشوي، وانا كنجمع وانا كنلم في الحواف باش يجيو مجموعين ويجيو مقادين. كي قلت لكم اهم حاجه تقطيعه. الا مشيتوا مقادين في التقطيعه فراه البريوات كلهم غادي يصدقوا لكم زوينين. اما الا عوجتوا التقطاع ديال البريوه فبطبيعه الحال راه ما غاديش تصدق لكم البريوه. تلاحظوا كنجمعها بهذه الطريقه هذه الطريقه العاديه صافي راه كتجمع دغيا. ثم نستمر على هذه الطريقه في البريوات كاملين حتى نساليهم. ثم من بعد ما تكملوهم كاملين غتحطوهم في شي بلاطو باش ينشفوا شويه من ديك الزيت ديال ورقه البسطيله. بعد ما ينشفوا عاد بداو تقليو فيهم ثم باش ما نشفوا باش ما كيعطيو واحد الجماليه او واحد تقرميشه كبيره في الورقه ديالكم. من بعد ما غنهي كميه كامله تلاحظوا وضعتها في البلاطو. انا راه نشفات معايا مزيان. تلاحظوا البريوه كتجي مجموعه مفينيه مقاده، ما يعني ما خاصها حتى حاجه، ما عوجه من حتى شي بلاصه. هنا العسل ديالنا اللي قدينا في الفيديو السابق غناخذ واحد الكاسرون وغنعمر عليها بالزيت ثم نوضع البريوات. ضروري
يكونوا البريوات مغطوسين في الزيت، يعني مخشيين مزيان في الزيت، ماشي نص ديال البريوه في الزيت ونص الاخر في الفوق ديال الهواء، لا، خصها تجي مغطوسه في الزيت. بمجرد تبان لكم الكاسرون عمرات بالبريوات صافي كتحبسوها، ما كتزيدوش شي كميه اخرى. هنا من بعد ما طابت لينا البريوات غير يبان لكم بدا كيدخلهم اللون، يعني كيتلونوا كيولي لونهم غادي للذهبي، صافي خصكم تحيدوهم باش يكملوا يعني يجروا اللون الاخر من العسل. يعني هذا اللون راه كافي ليهم. ثم غنوضعهم في العسل، نحاول نضغط عليهم واحد شويه. انا راه وضعت الكميه بعدا باش نستافد من الوقت. تلاحظوا غنوضعوا ثاني البريوات يكونوا مغطوسين مزيان في الزيت. هنا تلاحظوا غناخذ ملعقه وغادي نحاول نضغط بها غير بشويه على دوك البريوات باش يدخلوا في العسل ويشربوا العسل مزيان بحدهم سخان. بعد ما غادي نضغط عليهم مزيان صافي غندوز للبريوات نقابلهم. تلاحظوا يبان لكم لونهم بدا يذهب، كنحيدوهم من الزيت وكنوضعوهم في العسل وكنضغطوا عليهم بشويه بعديك الملعقه حتى كيشربوا العسل مزيان. تقريبا تقدروا تخلوهم في العسل من 5 دقائق حتى 10 دقائق، يعني على حساب توضعوا الكميه. تشوفوا ان يعني يحتاج انكم توضعوا الكميه اللي كتقلى كتخويو ليها توضعوهم في واحد الشبكه باش يتسقطروا مزيان. ثم بعد ما يتسقطروا من العسل مزيان فكيكونوا واجدين باش انكم تاكلوهم بصحتكم وراحتكم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. شكرا للدعم ديالكم، شكرا للتعاليق ديالكم، شكرا لللايكات ديالكم، شكرا لحبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.